انا بقى عايزاكي في وقت الحر دوت والفرهده ديت تكوني شاطره وقروبه وتخلصي كل اللي وراكي من تنزيل السوق، من اكل، من ترويق، من تنظيف، من اهتمام بالاطفال. وبصي تبقي فله شمعة منوره كده في البيت. بس قبل ما ابدا الفيديو نسمي الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو انتي اول مره بتشوفيني فانا اختك بيرو، يسعدني ويشرفني وجودك معايا في القناه. النهارده بقى طبعا نويت ان انا اصحى بدري، وبجد بجد الصحيان بدري ده بيفرق جدا 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 في صحتي وفي نفسيتي، وفي نفس الوقت بخلص كل اللي ورايا اللي في البيت، وبلاقي نفسي كده اللهم بارك الوقت بتاعي بصوا بيكفي ويوفي، وفي نفس الوقت صحتي كويسة، وكمان في نفس الوقت بلاقي نفسي بصوا بتخلصي حاجتك في الطراوة. دي اهم شيء عندي، ان انتي بتخلصي حاجتك في الطراوة، تمسحي مطبخك، تعملي بقى اكلك، تظبطي بقى يومك. في نفس الوقت هتلاقي يومك اتظبط وكمان نفسيتك اتظبطت. وغير كده كمان هتلاقي نفسك في وقت الحر والفرهدة دي هتخلصي بدري، هتنجزي. جربوا التجربة ديت، خلوها كده تجربة بالنسبة لكم، واعملوها زي ما كنا كل حاجة في حياتنا بنجربها. جربوا الصحيان بدري، هتلاقوا نفسكم كده يعني بجد بجد في طراوة في الجو، في نفسية حلوة. تمام، في كده انجاز في اليوم، مفيش تضييع وقت، مفيش بصوا عايزة اقول لكم حرفيا انا نفسيتي بترتاح لما انا بصحى بدري اخلص اللي ورايا، وبعد كده خلاص بقى الاقي نفسي كده برنسيسة فل شمعة منورة. بعد كده بقى ايه عايزه اقول لكم، يعني بصوا بقرا قران، باخد الورد بتاع التسبيح بتاعي، اكلم مكالماتي بقى الناس اللي حواليا، اصحابي، اخواتي، الناس اللي انا اشوف اخبارهم كده، فاهميني؟ بس يعني بجد بجد الوقت بيبقى طويل ومعايا زي الفل في بركه. غير بقى لما انت بتصحي متاخر، تمام، بيبقى عندك اكل بقى، ما عندكيش وراكي حاجه، مفيش اي مشكله. بس هتلاقي نفسك يعني لو انتي ما عندكيش اكل ومش انجزتي، لا هتلاقي نفسك ان انتي بصي الوقت بيجري معاكي. هتلاقي نفسك اتغديتي متاخر وغديتي ولادك متاخر وجوزك متاخر، وانتي كده مش هتلحقي تعملي حاجه في يومك. فبجد بجد حاولي ان انتي تصحي بدري، وتلاقي نفسك كده في طاقة وباور، وهتلاقي فيه نشاط كده. وغير كده كمان هتطبخي بدري، غير الطراوة بقى اللي هتشوفيها بقى في اليوم بقى، والبركة اللي هتشوفيها في اليوم. يلا بقى نخش على الفيديو بسرعة ونشوف احنا هنعمل ايه. وزي ما قلت لك لو انت اول مره بتشوفيني فانا اخت كبير، ويسعدني ويشرفني وجودك معايا في القناه. طبعا اخواتي واصحابي اللي دايما بيعلقوا لي تسلم ايديكوا على كومنتات القمر. وطبعا الناس الجديده اهلا وسهلا بيكي يا قمر، نورتيني وشرفتيني. بصوا بقى لف كده في القناه وان شاء الله تعجبك كده وتديكي طاقه وباور، وبعمل حاجات كده حلوه في القناه هتعجبك باذن الله. بصي بقى انا هعمل ايه يا بيرو، هتعملي ايه يا بيرو، قولي لنا عشان خاطر ايه احنا عايزين نعرف. طبعا هو الفيديو بصوا يعني معروف محشي، محشي ولسان عصفور. تمام، انا كنت عامل كمان جلاش، بس بصراحة كسلت، يعني شوية كسل كده جالي، او حسيت ان الاكل اصلا ما شاء الله هيبقى كتير، فاحنا بناكل حاجات بسيطة جدا في الحر ده اصلا، فاهميني؟ فبعد كده لما احاول ان انا يعني نحاول احنا نزهق من الاكل، هعمل بقى الجلاش ده، جلاش باللحمة المفرومة او بالجبن. لو ما عندكيش لحمة مفرومة حاولي تصرفي نفسك. تمام، بصوا بقى الطريقة ديت سهلة جدا بتاعة المحشي للناس المبتدئة بقى، والناس طبعا اللي ايه حبيبتي وستات البيوت اللي بيبقوا شاطرين. نحاول ان احنا نبقى مع بعض كده. كل واحد ليه طريقة في الطبخ، وكل واحد يحترم، فاهمني؟ في ناس بتحط الحاجات نية، وفي ناس بتحط الحاجات يعني نص تسوية كده. تمام، فكل واحد ليه طريقة. بس عايزة اقولك بقى ان كمان اللهم بارك اليوم دوت، يعني انا صحيت بدري جدا جدا. قلت بقى ايه، استعنت بالله وصليت على رسول الله، وشربت بقى كوباية الشاي بلبن بتاعتي، وشوية كده حاجات بسيطة من القراقيش. وبعد كده قلت بقى هنزل السوق. هتنزلي السوق يا بيرو؟ ايوه هنزل، كل طاقة ايجابية وكل بقى بصي نشاط. وغير كده كمان الشمس لسه ما كانتش نزلت، جميلة جدا، يعني الجو كان طراوة، تعرفي تنقي تعرفي تفصلي، حاجة في منتهى الجمال. غير بقى لما انت بقى بتنزلي والشمس بقى بصي عايزة اقولك حر جدا، وبتبقي مفرهدة وعرق وحاجات كده يعني تخنق.
في الجو اللي احنا فيه ده. عايزه اقولك كمان انا بنوي من بالليل ان انا بصحى بدري، يعني مش كده وخلاص، لا بظبط المنبه ان انا بصحى بدري عشان خاطر يعني ما لو انا نمت هنام لحد الظهر. اما الصحيان بدري زي كده كأنك رايحه شغل، رايحه كده موعد ضروري ان انت تظبطي عليه المنبه. فلازم تظبطاني المنبه ده يا بنات. هتقولي لي لا يا بيرو هننام كده وخلاص، لا مش هينفع، لازم تظبطي منبه عشان خاطر ان انت يبقى في وقت معين تصحي فيه. تمام. عايزه ان انت تعملي برضو الحاجه اللي انا بعملها برضو دايما، ان انت مثلا تصحي عادي متاخر وفي اكل عندك وعايزه تعملي اكل جديد، وانت عايزه مثلا تجيبي الاكل من بالليل مفيش اي مشكله. يعني انا ساعات كتير بجيب المحشي من بالليل واقوره واظبطه واحطه في كيس، بس ما بغسلهوش، بقوره بس واحطه في الكيس. تمام. بعمل بقى التخديعه وبرضو اخليها تبرد واحطها في التلاجة الصبح بقى على الحشو على طول. تمام. بصوا الدقة اللي انا عاملاها دي عسل جدا يا بنات، بتحط في الاكل بتدي الاكل طعم تاني خالص. طبعا انا دبلت البصل. انا حطيت يجي 4 5 5 بصلات صغيرين يعني وسط. وبعد كده حطيت بقى ايه، حطيت الملح ما حطيتش ملح، حطيت شوربة ماجي، وحطيت توم باودر وبصل باودر وشوية فلفل وكمون. ونسيت خالص يا بنات معلقه السكر. معلقه السكر دي ليه يا بيرو؟ عشان خاطر ان انتي بتخلي الصلصه معاكي ما تعملش حموضه على الصدر. فبجد بجد نسيت خالص، انا زعلانه ان انا ما حطيتش معلقه السكر الصغيره دي. بس بعد كده بحط نص الخضره ونص الخضره التانية على الرز. تمام. وبقلب كويس جدا وهتشوفي بقى احلى محشي. وبعمل في نفس الحله يا بنات. هتقولي لي ما ينفعش يا بيرو والكلام ده كله، لا لا يا هقول لك. هو احلى حاجه ان انتي تعملي في نفس الحله، تغسليها بقى او ما تغسلهاش، كده كده اصلا بيبقى فيها صلصه، كده كده الصلصه بتبقى من المحشي والمحشي بتبقى من الصلصه عادي جدا. اهو هحط شويه زيت وبعد كده احط بقى الايه، الصوابع المحشي معايا. والف هنا، تعالوا اتفضلوا معانا. بصوا بقى، طبعا بقى الناس اللي بتحب بقى البتنجان اللي هو اسمه خد ده ولا اسمه ايه، اللي هو لونه موف ده يا بنات على ابيض. تمام، جيبي دوت. طبعا الاسعار بقى هقول لكم ان المحشي الابيض ب10، الكيلو ب10 يعني، والاسود ب10. الفلفل مش فاكره، والكوسه برضو مش فاكره، يعني مش عارفه الذاكره راحت فين. بس كده يا بنات. عايزه اقول لكم الفيديو اللي فات اللهم بارك اللهم بارك جاب مشاهده حلوه ولايكات، تسلم ايديكم. وطبعا اكيد استفدت منه. انا ما بعملش فيديوهات كده وخلاص، لا الحمد لله انا بعمل فيديوهات تبقى بصوا تفيدكم وفي نفس الوقت تفيدني انا كمان، تستفادوا كده. هنا بقى لبست الجلافز وقلت بقى ايه، يلا بقى اديله ادي كده وحش كده المحشي بسرعه وخلصيه. طبعا هعمل بقى شويه بطاطس محمره. عايزه تعملي يعني بطاطس محمره، اعملي بقى زي لسان عصفور، اعملي مثلا شرايح بانيه لو عندك ستريبس، يعني تدي بقى لاطفالك كده وجبه كده غذائيه. احنا لسه كنا واكلين بانيه قريب فما عملتش معاه بانيه بصراحه. عندك لحمه محمره، طاجن لحمه كده بالبصل، يا سلام مع المحشي. فبجد بجد في ناس طبعا بتاكله بفراخ وفي ناس بتاكله بلحمه، في ناس بتاكله ببانيه مع بانيه يعني. ف كل واحد اللي يحبه ياكله. بس هنا حطيت بقى كمان فلفل شطه كده قرون، ويلا بينا على النار. شوفوا بقى المعركه الجامده اللي انا فيها دي يا بنات. بهدله بقى، وبصوا فتفتت رز في الارض عشان كنت بحشي وانا واقفه. عايزه اقولك هدي المواعين تصبينه حلوه، يلا عشان اشجعك بقى وتقومي تخلصي اللي وراكي، وكمان هدي للارض مسحه محترمه. بصوا اللهم بارك اللهم بارك، الرغوه بتاعه الصابون يا بنات عسل. بصوا عامله ازاي. حطي بقى حبه محترمه كده او حبه صغيرين مفيش اي مشكله. بصوا الرغوه اللهم بارك جميله جدا يا بنات. عايزه اقول لكم لو انا داخله على دور برد اخد كده برشام عادي زي كني باخد يعني في الشتاء، ولا هيبقى تقيل عليا عشان انا في الصيف وكده؟ فقولوا لي برضو. بصراحه حاسه ان زوري كده داخل على دور برد. ومش عارفه في ايه. انا مش عارفه برد الصيف دوت يعني بجد بجد مقرف. بس هغسل بقى شويه المواعين دي معاكم واخلص بقى حالي كده، وبعد كده بقى ايه، همسح الارض كل دوت وانا حاطه بقى المحشي على النار وخلاص. عايزه اقول لكم خلصت بدري وانجزت وفي نفس الوقت بصوا
يعني ادلع نفسي بعد كده بقى اخد شاور، اخش بقى بعد كده اخش المطبخ اخد لي بقى الكابتشينو بتاعي بكام بسكوتة كده ادلع نفسي. خلاص بقى، ما انا خلصت حاجات البيت. بجد يا بنات بتفرق جدا، جربوها وقولولي. الصحيان بدري، فقرة المواعين صح، قولولي بتحبوها ولا لا. بجد انا فقرة بالنسبة لي جميلة، لما انا بشوف كده بغسل المواعين عسل، بحس ان انا بخلص بسرعة. طبعا انا معلية السرعة. يلا طمنونا عليكم بقى في الكومنتات، قولوا لي عاملين ايه في الجو الحر اللي احنا مش طايقين نفسنا فيه ده. ربنا يعيننا ويقوينا يا رب. عايزه اقول لكم ان بجد يعني الصيف دوت يا بنات داخل علينا. بيبصوا يعني عايزه اقول لكم بايده واسنانه كده، هيحررنا يعني هيحررنا. من الجو دوت. الجو ده عايز على فكرة، يعني اللهم بارك الناس اللي عندها تكييف، ربنا يرزق يا رب كل اللي نفسه فيه. بجد التكييف دوت جميل جدا، هيفرق جدا مع الناس اللي عندها تكييف بقى. بس عايزه اقولك رغم ان الواحد عنده تكييف برضه هتطلعي تروحي المطبخ هتلاقي برضه المطبخ بصي نار. يعني هتعي، عايزه اقولك بمعنى الكلمه لو روحتي عملتي حاجه في المطبخ ورجعتي تاني في التكييف، بجد بجد بتاخدي جرعه برد وجرعه عدوى كده مش حلوه خالص. فيعني احنا كلنا مترازين في البرد ده، قصدي في الحر ده يا بنات، مترازين بجد يعني. اللي عنده تكييف مترازي واللي ما عندوش مترازي. عشان خاطر اللي عنده تكييف طبعا على طول بتلاقيه على طول بصوا، يعني يقعد شوية في التكييف ويطلع في الحر تاني. طب ما طبعا هياخد برد وجسمه هيتغير، فاهميني. بصوا هنا كمان الطرطشة بتاعت الصلصة جت على المجات، فقلت بصي يا بيرو خلصي كل الرخامة دي. طبعا مرضتش اخد الرخامة بس، قلت اخد كمان البنجات وكمان اللي هو الحيطة كلها اتطرطشت، مش عارفة في ايه. عايزه اقول لكم ان انا نسيت اقول لكم حطوا الكومنتات القمر بتاعتكم واللايكات، بس نسيت خالص في اول الفيديو. بس لو انتي بتسمعيني لحد هنا ما تنسيش يا قمر، حتى لو انتي مش عايزه تتكلمي مكسوفه اكتب، بصي يعني اكتبي لي كده يعني بحبك في الله وقلوب. تمام، اوعي تنسي. بصوا بقى هاخد كمان الحيطه بسرعه كده، اللهم بارك، واروق على نفسي قبل ما اغرف. حاولي ان انتي تروقي على نفسك كده والمطبخ قبل ما تغرفي، تمام، عشان خاطر تلاقي كده المطبخ بتاعك فل شمعة منورة. وتغرفي على نظافة، على نظافة بقى في الأرض وعلى على الكونتر اللي هو الرخامة يعني، وتظبطي الدنيا. تمام تمام. طبعا لو انتي بتشوفيني ان شاء الله تتشجعي كده وتشوفي الحاجات اللي بعملها وتصمميها عندك بإذن الله. بس هراجع بقى كل حاجة مكانها، وهغسل بقى العملاق بتاعنا الحوض. هنا كان مج بصوا نسيته، بس كده. طبعا بقى يعني بجد مسح الارض دوت من الحاجات اللي بتخلي المطبخ فله شمعة منورة. مش تمسحي المطبخ وتنضفي عليه كده وتروقي عليه هتلاقي بصي يعني بجد المطبخ لا ملهوش اي معنى. هتقولي لي بقى انا غسلت المواعين يا بير وتعبت والكلام ده، لا حاولي اضغطي على نفسك والحر اللي احنا فيه دوت وامسحي المطبخ على طول، كويكلي كويكلي كده. هتقولي لي ليه بقى ومش لازم وكده وتعبت، لا ليه عشان تلاقي كده النظافة من فوق ومن تحت. والله العظيم يا بنات، من الرخامة بقى وغسل المواعين وكمان الأرضيات زي الفل. بصوا اللهم بارك خلصت، كنت مبسوطة بقى ان انا بصوا روقت على المطبخ وخلصت. بس قلت بقى بصوا زي ما قلت لكم همدي الارض كده غسلة كده محترمة، شوية رغاوي كده وهنضف عليها. بس كده يا بنات، وقلت بقى بعد كده ايه اهتم بنفسي كده واخد شاور. يلا قولولي بقى رأيكم في الروتين القمر السهل دوت والصحيان بدري. ومتنسوش بقى الكومنتات القمر اللي من ايديكم الحلوة واللايكات عشان خاطر توصلوا الفيديو ده ل100,000 لايك. واشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة، باي.